السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم يا شباب في فيديو جديد. فيديو النهاردة إن شاء الله هنبدأ نعمل ريفاكتور للكود بتاعنا. يلا بينا نخش على فيس كود. طبعا احنا هنعمل ريفاكتور للكود لأنك زي ما انت شايف كده الملف بتاعنا أصلا كبر بقى كبير خالص، وفي حاجات كتير يعني في اوثنتيكيشن واوثرايزيشن وميدل وير بقى وبص في دنيا جوه. فاحنا عايزين ايه بقى؟ نخلي الدنيا خفيفة كده، ايه، خلي كده الفايل خفيف بتاعنا كده. فعايزين نشوف نعمل الكلام ده ازاي. بص دلوقتي عندنا هنا ميدل وير، طبعا ده اوثنتيكيشن ميدل وير وده ميدل وير وده برضو ميدل وير. فتعالى كده نعمل فولدر ونسميه ميدل وير طبعا بالاس، وناخد كل فانكشن من دول مثلا نحطها في فايل. هات لي دي كوبي كده نضيفها هنا، قول دوت جي اس، وهات لي بقى الفانكشن كلها كده كات، وتعالى ضيفها هنا. وطبعا هنعمل امبورت مثلا الجي دبليو تي، هنكتب هنا امبورت جي دبليو تي فروم جيسون ويب توكن زي الفل. طبعا عايزين نعمل اكسبورت للفانكشن دي عشان لما نيجي نستدعيها فنعمل لها اكسبورت هنا برضه. تمام كده احنا عملنا الاوثنتيكيشن. تعالى بقى هات الاوثرايزيشن دي كده، هات لي بس الاسم كوبي كاش، نعمل فايل كمان نضيفه هنا ونقول له دوت جي اس. هات لي بقى كده الفانكشن كلها كوبي او كات يعني، وتيجي تضيفها هنا. هل في حاجه هنا بقى تعوز تعمل لها امبورت؟ فتقريبا مفيش، فايه نعمل لها بس ايه، نعمل اكسبورت للفانكشن دي، نقول له اكسبورت زي الفل. تعالى بقى نسيف وتعالى نروح على اللاب تاني. تعالى برضو ايه، ناخد دي كده كوبي ونعمل لها فايل كمان ونقول دوت جي اس، وناخد الفانكشن ونضيفها هنا. طبعا نعمل لها اكسبورت ونسيف. تعالى في اللاب، حلو اهو، الدنيا خفت خالص اهيت. شيل بقى الجي دبليو تي مش محتاجين هنا خلاص. وعايزين نعمل ايه؟ شيل ده برضو ما اظنش ان احنا محتاجينه بقى خلاص. فهنا كده عايزين نعمل بقى امبورت دي، فايه شيل اخر حرف كده وضيفه تاني، هيظهر لك هنا اهوت، فتعمل لها امبورت كده. تمام تلاقي عملت امبورت فوق هنايات. وكمان عايزين نعمل لدي برضو امبورت، فايه شيلها لي خالص كده، قول له اوثرايزيشن اهيت. طبعا تديله الاري بتاعتك واللي هي كانت ادمن وزي الفل كده. طبعا هنا برضو عايزين نعمل امبورت ديت، هنا نقول له امبورت زي الفل كده. احنا عملنا امبورت لكل حاجه. تعالى بقى ايه نشغل السيرفر، نقول له npm run dev. هل في ايرورز؟ مفيش اي ايرورز. تعالى بقى برضو ايه خلينا نتست، شوف برضو في مشاكل ولا لا. تمام كده. تعالى بقى ايه شوف نعمل سند كده. طبعا انا بقول لك انا اوثرايز لانه عايز ايه، عايز التوكن. فتعالى كده مثلا نعمل لوجن ولا حاجه، اعمل سند. تمام هو عمل لوجن سكسس اهوت. تعالى بقى نعمل تاني، اهو جاب لك كل اليوزرز زي ما انت شايف كده. وطبعا ده ادمن عشان كده رجع كل اليوزر. فتعالى مثلا كده لو هنقول هنا مثلا نخلي ده يكون يوزر بس مش ادمن، ونسيف. وتعالى نعمل لوجن تاني عشان يعمل توكن جديد عشان يعدل قيمة الرول بعد ما اتحدثت يعني. فهنا نعمل سند، هتلاقي بيقول لك forbidden resource، مش مسموح لك تخش زي الفل. فهنا كده ايه، تعال نرجع بقى تاني وخليه ادمن زي ما كان زي الفل. تمام كده واعمل لوجن. تمام اعمل بقى سند، اشتغل اهوت والدنيا جميلة وزي الفل. بقول لك ايه، ما تيجي برضو نعمل مكان كده نحط فيه الراوت بدل ما هم موجودين هنا كده. فتعالى نعمل فولدر كده ونقول له راوتس. دلوقتي احنا عايزين نعمل تو راوت، راوت للاوس وراوت لليوزرز. فتعالى هنا كده ونقول له اوس دوت راوت دوت جي اس. فتعالى هنا نقول له كونست راوتر ايكوال، هتساوي ايه بقى الراوتر ديت. تعالى هنا بقى كده ارجع للاب ثانيه. دلوقتي احنا لما عملنا الاب، تمام الاب دوت لو طلعنا فوق هتلاقي الاب ده بيعمل من اكسبريس. جوه اكسبريس بقى فانكشن اسمها راوتر. فتعالى كده نرجع تاني، نقول هنا امبورت الاول بورت، وافتح الاوبجكت كده وقول لي فروم واكسبريس. دلوقتي عايزين نجيب
فانكشن من جوه اكسبريس اسمها راوتر، اللي هي دي، ونقول له الراوتر ديت بتساوي الراوتر ده. دي من خلالها بنعرف نعمل الراوتس بتاعتنا. وننزل بقى تحت هنا كده عشان عايزين نعمل اكسبورت، نقول له اكسبورت ديفولت مين الراوتر بتاعنا، ونقول له هنا راوتر دوت جيت. طبعا احنا ايه مش هنقعد نكتب ده كله تاني، فهاتهم كده كوبي او كات يعني، وضيفهم هنا. وطبعا هنغير الاب ونخليها راوتر. هذا كوبي بقى اضيفها هنا كده وهنا وهنا. وزي ما انت شايف دول برضو عايزين نعمل لهم امبورت هنا، تمام. فهتيجي هنا كده وتشيل الار ديت كده، وبرضو هنا نفس النظام، شيل اخر حرف، وهنا هو نفس النظام برضو كده. احنا عملنا لهم امبورت كلهم كده، تمام. تعالى بقى هنا كده تاني، عايزين نعمل بقى مين، عايزين نعمل فايل اليوزرز. فتعالى كده نعمل فايل، نقول له يوزر دوت راوت دوت جي اس. طبعا هنعمل نفس الكلام هنا في الاوس هنا. تعالى نسيب كده برضو، تعالى هات كوبي كده وضيفهم هنا نفس النظام. مش طبعا تشيل دول، هات لي اللي في الاب هنا وتجيب لي ده كده كات وتضيفه هنا كده، تمام. احنا ايه شيل ده برضو مش عايزينهم في حاجه. فواحده واحده تاني كده نشوف عملنا ايه. دلوقتي المفروض ان احنا عملنا امبورت الاكسبريس وخدنا منها الراوتر وبعدين حطيناها جوه فاريبل، تمام. وبعد كده عملنا اكسبورت للفاريبل ده، وفي الاخر جبنا الراوت دوت وضفناه هنا. طبعا عايزين نغير الاب ديت نخليها الراوتر بتاعنا. تعالى بقى نعمل امبورت للميدل وير دوت، نعمل امبورت برضه نفس الميدل وير ده برضه، وهنا برضه للكنترولر كده زي الفل. سيف. طبعا مفيش اي ايرورز، فشيل ده كده، اعمل لي بس فوق ده كده، طلع لي برضه داتابيس يعني، خلينا فوق احسن، خلينا هنا كده. طبعا خلي لي كده دولت الميدل ويرز جلوبال هنا كده. ممكن هنا مثلا نقول له ميدل ويرز، تمام. وده طبعا السيرفر بتاعنا. تعالى بقى ايه نشيل الحاجات اللي احنا مش محتاجينها ديت زي دولت كده، نشيلهم خالص، ونشيل ده برضه مش محتاجينه زي الفل كده. طيب دلوقتي بقى عايز اسالك سؤال، هل كده البروجكت شغال معانا؟ يعني هنا دلوقتي لو عملنا مثلا سند للراوت ده، هل هيشتغل فعلا؟ قدامك 3 ثواني. تعالى بقى كده نعمل سند ونشوف هل هيشتغل فعلا ولا لا. اعمل سند زي ما انت شايف، كان نوت جيت يوزرز، ومش شايف الراوت ده اصلا. ليه مش شايفه؟ دلوقتي يعني احنا حاطين الراوت ده اصلا في مكان لوحده، فايل لوحده. فالنود لما تيجي تقرا فهي بتقرا لاين باي لاين، فانت هتنزل كده، هتفضل تنزل تقرا دولت وبعدين تقرا ده، تمام، وتشغل داتابيز، وبعدين هتقرا دوت وتشغل دولت كلهم، تمام. فين بقى الراوت؟ الراوت مش موجوده، احنا عايزين نضيف بقى الراوت اصلا. هنضيفها ازاي؟ فنيجي هنا كده ونقول له هنا راوتس، ونقول له اب دوت يوز الاوز بتاعنا. وبعد كده عايزين بقى نستدعي مين؟ نستدعي الراوت بتاع الاوز ده اللي هو الراوتر ده، تمام. فنقول له ايه، وهتطلع لنا فوق كده تقول له import os routes from الاوس راوتس ديت. طبعا انا اللي مسميها، تمام. فانا دلوقتي انا عايز اقرا الفايل ده. فنقول له هنا ايه بقى، نعمل سلاش كده دوت سلاش، ونخش على الراوتس، عارفين الراوتس ديت، ونخش على الاوس راوتس اللي هو ده كده، وناخد ده كده كوبي ونضيفه هنا، تمام. كرر بقى دوت كده برضه، ونقول له هنا ايه يوزرز، وكرر ده برضه تاني، وقول له هنا يوزر راوت. طبعا هي نفس النظام، نخلي دي يوزر كده زي الفل لحد بقى دي كوبي كده وضيفها لي هنا كده، تمام. فتعالى نسيب بقى كده. طبعا هنا في ايرور ظهر، هنا بيقول لك cannot find module، هو مش شايف الموديول بتاع الكنترول. فتعالى هنا ارجع تاني هنا كده، وطبعا مش شايف عشان دوت المفروض يكون اخره جي اس، وطبعا هو ما ضافوش. فتعالى نخليهم كلهم جي اس كده، ونفس النظام هنا. طبعا سيب وتعالى على الراوت تاني عشان هو اكيد برضو ما ضافوش هنا كده جي اس، ونسيب. وتعالى نشوف هل في ايرورز. طبعا السيرفر اشتغل اهوت، تمام. طب هل هو كده هيشتغل؟ تعالى كده نشوف، نعمل سند. مش شغال برضه. طب ليه يا عم؟ احنا عملنا الراوت اهوت والنود بيقرا والدنيا زي الفل، امال في ايه بقى؟ تعالى بقى اوريك حاجه.
دلوقتي خش على الراوس دوت، هنا في يوزرز. تمام. ارجع للاب تاني، هنا برضو في يوزرز. طب ايه يعني ايه برضو ايه يعني في يوزر لا خد بالك من حاجه. دلوقتي انا بقول له يوز، يعني هنا دلوقتي حط لي السلاش يوزرز ديت قبل اي راوت موجود هنا. يعني ايه الكلام ده؟ يعني خش هنا جوه الراوت دوت، يعني دلوقتي المفروض الراوت دوت فيه قبل يوزرز هنا كده، في المنطقه ديت هنا كده يوزرز. تمام. يعني يوزرز. تمام. فارجع تاني كده، شيل دوت كده وسيب، وتعالى في بوست مان. دلوقتي على حسب الكلام اللي احنا قلناه دوت، لو انا كتبت يوزرز المفروض يشتغل، فنعمل سند. اشتغل اهو. فدوت معناه ايه؟ معناه دلوقتي ان اليوزرز دوت اللي في الاب هو اصلا بيتضاف قبل اي راوت موجود هنا. تمام. فدوت كده عايزين نخش هنا كده، طبعا احنا محتاجين يكون يوزرز واحد بس، فهنشيل دوت كده ونسيف، وتعالى على بوست مان ونشيل بقى اليوزرز ديت ونسيبها زي الاول كده ونعمل سند زي ما انت شايف كده اهوت، واشتغل زي الفل. نفس النظام دوت هنعوز نعمله فين؟ هنعمله في الراوت بتاع الاوس هنا كده، لان انا قلت لي هنا اوس، ومعنى ان انا قلت له هنا اوس بخش على الفايل، فهنا اتضاف اوس برضو في المكان ده كده، بقى كله كده قبله كلمة اوس دي. فطبيعي ان لما اجي اعمل راوت برضو مش هيشتغل، فشيل دي كده برضو ونجرب. تعال نشوف. سيف. تعالى هنا في اللوجن، اعمل سند، هيقول لك برضو مش شايف اللوجن ده. فتعالى كده برضو ونعمل ايه، نشيل بقى الاوس دي من هنا، مش محتاجينها خلاص. نشيلها برضو من هنا كمان، ونشيلها برضو من هنا، ونسيف، وتعالى نعمل سند كمان. زي ما انت شايف اشتغل معانا والدنيا شغالة وزي الفل. تمام. اعمل بقى هنا في الاب كده. تعالى عايزين نشيل طبعا اللوج اللي بيحصل هنا دوت، ده بيحصل في الاوس، فتعالى هنا في الاوس، وبيحصل في اللوجن كمان. فهو هنا اللوج اهوت، شيله، مش محتاجينه بقى خلاص، ونسيب زي الفل كده. ده الاب بتاعنا. شفت بقى الاب بقى خفيف وحلو ازاي؟ وبكده يا صديقي نبقى خلصنا فيديو النهارده. طبعا لو في اي مشكلة او اي حاجة برضو مش واصلة لك قوي، وقفت معاك، قولها لي في الكومنت تحت، وان شاء الله ابدا اوضحها لك. وان شاء الله اشوفك في فيديو جديد، وسلام.